السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في موضوع مضايقني وشايفه على السوشيال ميديا على لينكد ان بالخصوص، لان انا مش بتابع الا لينكد ان. موضوع يتمحور حول ان الشاب العادي دلوقتي او الشخص العادي بيدخل يعمل اكونت على اي اي ايجنت وبيعمل الموقع اللي هو عايزه او التطبيق اللي هو عايزه. فانا حابب بس اقول لك حاجة صغيرة بس. لو انت متخيل ان المبرمج خلاص راحت عليه فديت مشكلتك انت، وتصورك انت. يعني انا طالع اقول وجهة نظري فيها، تمام. موضوع ان المبرمج يروح عليه ديت من الحاجات اللي عمرها ما هتحصل. ليه؟ هم بعض الشركات هتبدأ تستغني، هتخفف ال ال الحجم بتاع المبرمجين عندها. يعني مثلا الشركة فيها 15 ديفلوبر هيخليهم مثلا 5. يعني في عامل كبير، لكن شخص عادي يدخل يعمل بروجكت ويعمل تطبيق ويبقى شخص عادي ما هوش فاهم في كود. ديت ممكن تحصل ان كيس ان التطبيق اللي هو عامله شغال. اول ما التطبيق بتاعه يحصل فيه ايشيو ما يعرفش يعمل اي حاجه، يروح يخلي الاي اي يحل له مشكله، يعك له الدنيا اكتر. فلو انت متخيل ان الشخص العادي ممكن هو ممكن يعمل تطبيق صغير، او ممكن يعمل يعني برنامج صغير او موقع صغير، لكن لما الدنيا تكبر معاه هو صدقني مش هيعرف يكمل. هو هيرجع يروح يودي البروجكت كله للديفلوبر ويقول له طب حل لي ده. في اي اي تولز جامده جدا وممكن فعلا تعمل. يعني هي عملت مش لسه هتعمل، لكن الاشكاليه كلها ان انت كده كده لو انت مبرمج صح، انت الناس مش هتعرف تستغنى عنك. يعني انت لو انت شايف ان انت الناس ممكن تستبدلك، ديت مشكلتك حلها. خليك ابديت مع السوق ومع التكنولوجيا اللي بتظهر، واعرف ازاي تستخدمها. هتلاقي الدنيا بقت اسرع معاك. هو بس الاي اي ايجنتس اللي ظهرت ديت بتخليك ان انت تسرع انتاجيتك، مش بتخليك ان انت يستغنى عنك. فاهم المعنى؟ لان انت لو حسيت ان هي بتبدلك، ديت مشكلتك. الاله الحاسبه لما جينا عملنا اله حاسبه، هي خلتنا ما نفكرش وما نعرفش نحسب بدماغنا، لكن هي ساعدتنا ان احنا نسرع حاجات كتير. نسرع الحسبه مثلا وانت بتحسب ال التسويق بتاعك. مثلا لو انت رايح تشتري حاجه، اشتريت حاجات كتير، فديت بتسرع لك عمليه الحساب. لكن مش بتستبدل حد. هي مش هتستبدلك الا لو انت اهملت الجانب اللي انت المفروض هو مجالك. لو انت اهملته فهي هتستبدلك عادي يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.